علاش بريمير برو هو افضل بروغرام المونتاج او لينيلي كاين في السوق. في الفيديو اللي فات كنا شفنا 6 ديال العوامل اللي خاصك ديرهم في بالك قبل ما تختار البروغرام المونتاج اللي تخدم به، وفي هذا الفيديو غنطبقوا هاد العوامل 6 على بريمير برو وغادي نشوفوا علاش هو افضل بروغرام المونتاج. بالنسبه للبيسيك تولز اللي كاينين في بريمير تقريبا كاينين في كاع الاناليز الاخرين، وهنا تنقصد الاندستري ستاندرد بروغرامز. بالنسبه للبروفيشنال تولز بريمير ماشي هو احسن حاجه، خصوصا في الفي اف اكس والموشن جرافيكس اللي تقدر دير بهم فقط داكشي اللي سامبل وصافي، ولكن كيعوضوا البروغرام اللي كيجي معاه اللي هو الافتر افكتس. اما الكالر جريدين تقدر تعول عليه خصوصا في الاصدارات الاخرين، ولكن واخا هكاك مازال ما وصلش للمستوى ديال دافينشي ريزولف. الخلاصه التولز اللي في بريمير مركزين اكثر على الايريتين وتحتاج تخدم معاهم بروغرامات اخرين بحال افتر افكتس او لا دافينشي ريزولف. المتطلبات ديال التشغيل اللي كيطلبها بريمير تقريبا متوفره في كاع البيسيات الجداد، والبيسيات القدام اللي ما كيقدروش يخدموه تقدر تستعمل نسخ قدام من البروغرام. ما غتلقاش فيهم الميزات الجداد بحال الاي اي، ولكن واخا هكاك مازال تقدر تنتج بهم اعمال زوينين. المتطلبات ديال التشغيل تلقاهم في الموقع الرسمي ديال بريمير وشوف واش متوافقين مع البيسي ديالك. بريمير كيخدم على ويندوز والماك، فما غتلقاش مشكل الا بدلتي النظام، وعقبال لينكس حتى هو مستقبلا. بريمير كيسبورت العرام ديال الكودكس والفورماتس بما فيهم الرو فورماتس، ونفس الشيء كينطبق على الاكسبورت اللي كيمكنك انك تاكسبورت تقريبا لكل شيء، السوشيال ميديا، ديجيتال سينما باكاج، برودكاست، بلوراي وحتى الفي ار. زيد على هذا الشيء كيجي مع بروغرام اللي متخصص في الكودكس فقط اللي هو ميديا انكودر. الاندستري ستاندرد اناليز الاخرين حتى هما تقريبا كيسبورتيو عرام ديال الفورماتس، فما كاينش واحد الاختلاف كبير في هذه النقطه. الا بغيتي تعمق في هادشي ديال الكودكس والفورماتس تشيكي هذا الفيديو اللي شرحت فيه شنو هو الديجيتال فيديو بالتفصيل. هنا فين بريمير كيتفوق على الاناليز الاخرين واللي خلاني نعتبره احسن بروغرام للمونتاج. اولا الورك فلوز اللي كيقدمهم لك بحال بروكسي، المولتي كام، بانكيك الى اخره اللي كاينين حتى في الاندستري ستاندرد اناليز الاخرين. ثانيا والحاجه اللي كيتميز بها بريمير الكاستمايزيشن اللي كتمكنك انك تكاستمايزي بريمير كيف ما بغيتي وبالطريقه اللي كترتاح فيها. الكاستمايزيشن هنا ما محصورش فقط في الواجهه وانما في حوايج اخرين بحال الشورت كاتس، البريسيتس وبزاف ديال الحوايج الاخرين. ثالثا الانتجريشن واللي كتمكنك انك تربط بروغرامات اخرين مع بريمير بحال الفوتوشوب، افتر افكتس، اوديشن الى اخره. رابعا الكولابوريشن او المونتاج كفريق اللي حتى هي كاع الاندستري ستاندرد اناليز الاخرين كيوفروها لك، ولكن افيد ميديا كومبوزر كيبقى هو احسن واحد في هذه الناحيه. كاع الاندستري ستاندرد اناليز عندهم سيبورت مزيان وكوميونيتي كبيره، خصوصا بريمير، دافينشي وفاينل كات برو. بكون هاني غتلقى عرام ديال بلاجنز، تمبليتس وتيتوريالز، ففي هذه النقطه ما كاينش شي اختلاف كبير بيناتهم. من غير دافينشي اللي فابور كيبقى بريمير احسن انالي من ناحيه الثمن، كتخلص 500 درهم شهريا مقابل عرام ديال البروغرامات الاخرين، ماشي غير بريمير بوحدو. وكاين طرق اللي تقدر تاخذ بهم اشتراك ديال عام ارخص من الموقع الرسمي اللي تقريبا الطريقه كلشي كيخدم بها. بالنسبه للتراخيص والسياسات ديالهم صراحه ماشي احسن حاجه، خصوصا في الاعوام الاخرى. هادشي كامل اللي شفنا هما اللي كيخليو بريمير احسن بروغرام المونتاج كاين في السوق بالنسبه ليا، خصوصا من ناحيه الكاستمايزيشن والانتجريشن. والهدف من هذا الفيديو هو نشوفوا نقاط القوه ديال بريمير، وباش نقول لكم ان كاع الفيديوهات الجايه اللي غنحطهم يكون هو البروغرام اللي كنعتمد عليه. فلو وصلتي حتى لهنا نضرب طلع على هذا الفيديو هضرت فيه على المراحل اللي كيدوزو من الافلام، فيديو عامر بالمعلومات اللي غتفيدك في هذه الاندستري. كان معكم زكريا، تهلاو.